أهلا بكم عشاق ومشاهدي قناة ديمافوت، ومرحبا بكم في فيديو جديد. نجح المنتخب الجزائري في الوصول إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه المثير في الجولة الأخيرة على منتخب العراق بنتيجة 2 دون رد. وسوف يواجه المنتخب الجزائري منتخب الإمارات في ربع نهائي كأس العرب يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 في حدود الساعة 6:30 بتوقيت الجزائر. وفي هذا الصدد سوف نتطرق في هذا الفيديو إلى تشكيلة المنتخب الجزائري المثالية التي سوف تواجه منتخب الإمارات في ربع نهائي كأس العرب. قبل ذلك مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم أي جديد. في حراسة المرمى فريد شايب قدم مقابلة رائعة أمام منتخب العراق، تحصل على تنقيط 6.7 حسب موقع سوفاسكور، وتصدى إلى 3 كرات. ومن المنتظر أن يكون في تشكيلة منتخب الجزائري في ربع نهائي كأس العرب في خط دفاع وفي مركز الظهير الأيمن يوسف عطار، تحصل هو كذلك على تنقيط 6.7 حسب موقع سوفاسكور. ومن المنتظر أن يكون حاضرا أمام منتخب الإمارات يوم الجمعة القادم في مركز الظهير الأيسر هواري بوش، تحصل على تنقيط 7.1 في مباراة العراق، وصلت دقة تمريراته إلى 81%. ومن المنتظر أن يكون أساسيا في قلب الدفاع أشرف عبادة، تحصل على تنقيط 7.7 في مباراة العراق، قدم مقابلة رجولية. ومن المنتظر أن يكون أساسي يوم الجمعة أمام منتخب الإمارات محمد توغاي، تحصل على رجل المقابلة في مقابلة العراق، تحصل على أحسن تنقيط في هذه المباراة بمعدل 8/10. ومن المنتظر أن يكون أساسي في مباراة الإمارات في خط الوسط فيكتور ليغال. هذا اللاعب يقدم مستويات رائعة في كأس العرب، تحصل على تنقيط 7.9 في مباراة العراق، ومن الأكيد أن يكون أساسي في مباراة الإمارات القادمة. ياسين بنزية تحصل على تنقيط 7.3 في مباراة العراق، ومن المؤكد أن يكون أساسي في مباراة الإمارات في ربع النهائي. زكريا الدراوي، هذا اللاعب الأنيق قدم مقابلة مقبولة أمام العراق وتحصل على تنقيط 6.7، ومن الأكيد أن يكون في مباراة الربع يوم الجمعة. في خط الهجوم عادل بولبينا يقدم مستوى رائع في كأس العرب، تحصل على تنقيط 6.7 أمام العراق، ومن المنتظر أن يكون أساسي في ربع النهائي الجمعة القادم. ياسين إبراهيمي، هذا اللاعب المخضرم وقائد محاربي الصحراء في كأس العرب ينتر سحره في هذه الكأس، يقدم أداء ثابت ورائع في كل مقابل، تحصل على تنقيط 7.5 في مباراة العراق، ومن الأكيد أن يكون أساسي يوم الجمعة أمام منتخب الإمارات في ربع نهائي كأس العرب. في مركز رأس حربة رضوان بركان، هذا اللاعب يقدم أداء ثابت مع المنتخب الجزائري في كأس العرب، تحصل على تنقيط 6.7، ومن الأكيد أن يكون حاضرا يوم الجمعة. في الأخير مشاهدينا الأعزاء، هل تظنون أن المنتخب الجزائري قادر على تتويج بلقب كأس العرب هذه السنة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، نقرأها جميعا، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم أي جديد.